يتحدانا التاريخ ليقول لنا: ها أنتم أيها المسلمون والإسلاميون أمام موقف صعب، قدموا لنا قدراتكم وإمكانياتكم على أن تصوغوا مجتمعا يبقى يعيش القرن 21 لا يتخلف، ولكنه مجتمع تشتم فيه وترى فيه رائحة الإسلام العظيم، ليتحول تلك الأمنية التي كانت في قلوبكم تتحول إلى واقع. التحدي المطروح اليوم: كيف يمكن لكم يا شباب المسلمين ويا فتيات المسلمين، كيف يمكن لكم أن تحققوا الأمل المنشود في أن تكونوا أحرارا في قراركم، تصدرون عن رأيكم وفكركم وواقعكم، وتقدرون على أن تبنوا مجتمعا معاصرا يعيش الزمن ويفهم تحديات الواقع ولا يتخلف ولا يتأخر، لأن الله خلقكم للقرن 21 وإن لم يخلقكم للقرن 4 الهجري، فأنتم مطالبون بأن تعيشوا زمانكم، ولكن تعيشونه بعباءة الإسلام وروح الإسلام وعز الإسلام. وهنا أضع العنوان في إطاره، فالعنوان ليس في مفاضلة بين الإسلام والديمقراطية، وليس في الحديث عن كون الإسلام يقبل الديمقراطية أو لا يقبلها، وإذا لم يقبلها فإن الإسلام ديكتاتوري ويرضى بالاستبداد، وأن الإسلام يرضى بحاكم ولو كان ظالما مستبدا مقتلا لشعبه ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دام الأذان يقام في مدينة فلا يحق للمسلمين أن يحتجوا على حاكمهم. ليست هذه القضية. القضية اليوم كيف أمكن للمنهج الرباني النبوي الذي قام على سيادة الشعوب، الإسلام منذ انطلاقه مع آدم مرورا بشيث ونوح وإبراهيم والأنبياء جميعا، لم يكل أمر الحكم إلى سلطان بمفهوم الحاكم الظالم المعتدي بالقوة، حتى أن نبيكم لما عرض عليه في دعوته أن يصبح ملكا على مكة رفض ذلك، لأن المنهج الذي جاء به الرسل هو منهج حكم الشعوب، والتاريخ لم يعرف تجربة كتجربة الإسلام في تحكيم الشعوب في تقدير مصائرها. والإسلام رفض الملك العضوض، ورفض الحكم الموروث، ورفض الحكام الذين يولدون حكاما ويموتون حكاما. ومحمد لم يولد حاكما ليموت حاكما، بل عاش مسكينا وولد مسكينا ومات مسكينا، فهو من الشعب وإلى الشعب. وهذه هي روح البناء الذي أراد الإسلام إقامته، وهي الروح التي تسود الآن هذا الربيع العربي، هذا الربيع الذي يقول أن الشعب يريد، أن الشعب يقرر، أن الشعب ينجز، وأن الشعب يسير. فلسنا الآن في طور انقلاب حاكم على حاكم كما تعودناه في تاريخنا المظلم، وإنما نحن في طور إسناد حكم لشعب يسترجع فيه قدراته ويستبعد ظالمه كائنا من كان. فالمنهج الإسلامي في تاريخ الإسلام كان دائما وأبدا حكم شعوب، والذين قادوا هؤلاء الشعوب كانوا رهيني أمرين اثنين: حكم رباني حد لهم حدودا، وشعب كان يقودهم عن طريق الشورى، وكانوا يخشون فردا واحدا يتظلم من هذه الشعوب. لم يكونوا يعتبرون الحق
قائما على أساس أغلبية وأقلية. لا، عمر كان يبكي لو أن بغلة بالعراق زلقت لكان مسؤولا عنها. في نطاق التصويت الديمقراطي كم تأخذ بغلة من صوت لترجح الكفة ضد عمر؟ كم من صوت؟ لكنه كان يخشاها. هي عندها أولاد البغلة ولا لا؟ ما عندهاش. فالقضية إذن هي هذا المنهج الذي نريد نحن أن نستنه، وقد وجدنا أنفسنا بدون اختيار منا ولا إرادة أمام هذا التحدي. قالوا لنا ذهب الطاغية في تونس، تفضلوا، الشعب رأى أن عليه دينا لفائدة حركة اضطهدت مدة 30 سنة، دخل منها 30,000 للسجون، 30,000 هاجروا البلد، عديد الموتى بالمئات من الذين استشهدوا تحت التعذيب، عشرات الآلاف من الذين حرموا من العمل، حرموا من الدراسة. الشعب وجد نفسه أمام دين لفائدة هذه المجموعة فاختارها في انتخاب حر. كان من بركات الله تعالى أن الإسلاميين رضوا به قبل أن يروا نتائجه، لأنهم يعتقدون أن الحكم الذي يرومون هو حكم شعبهم وإرادة شعبهم. ولما اختار الشعب الإسلاميين وجدوا أنفسهم في مناخ سياسي غير معهود في تاريخنا. نحن عشنا في تاريخنا طوال التاريخ إلى أن دخلنا المستعمر، عشنا في دولة عقائدية علاقات الأفراد فيها قائمة على أساس العقيدة والدين، وذلك كان تاريخنا نحن المسلمين في بلادنا، وكان تاريخ الأوروبيين في بلادهم، إلى أن ولدت هذه الدولة الحديثة في القرن 19، الدولة الوطنية التي ولدت لدينا نحن المسلمين عند خروجنا من الاستعمار إلى الاستقلال. عندما خرجنا من الاستعمار وجدنا أنفسنا أمام دول وطنية، تونس، ليبيا، مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا، وهذه الدول الرابطة فيها ليست قائمة على العقيدة وليست قائمة على الدين، قائمة على أساس الارتباط بعلم وأرض وبطاقة هوية. فيشاركني في هذه الهوية من هو شيوعي يتقبل الإسلام، ومن هو يساري لا يتقبل الإسلام، ومن هو ملحد، ومن هو مؤمن، ومن هو وطني. هؤلاء جميعا يشكلون هذا الوطن الذي أنتمي إليه. كيف يمكنني وأنا الإسلامي الذي يؤمن بالإسلام عقيدة ودينا ومنهج حياة ويريد أن يحكم الإسلام، كيف يمكنني أن أصل إلى إقامة صرح هذه الدولة الإسلامية التي آمنت بها طول حياتي وأنا إلى جانب أناس لا يفهمون أن الإسلام يمكن أن يحكم؟ فهم يقولون لي الذي يربطنا بك هي أرض ووطن ومصلحة وطنية لا غير. أن تختار الإسلام أو غير الإسلام فهذا اختيار يتعلق بحياتك الخاصة، ولكن ذلك لن يتعدى لن يفرض علي ويكون سلوكا مفروضا علي اتباعه، لأنك أنت إسلامي وأنا لست إسلاميا. فكان علينا ونحن في فراغ من فقه دستوري كسل علماؤنا عن أن يقوموا بالجهد فيه، ورضوا بأن يبقوا عالة على الماوردي والأحكام السلطانية التي كتبت قبل 11 قرنا، ولم يجددوا في فهمهم للعلاقات السياسية في المجتمع الإسلامي. كان علينا أن نسير مسار من يريد النجاة ولكنه يمشي في طريق مظلمة وبين الأحجار. الذي قبلنا به نزل شوية 10 دقائق، طيب لا نص. الذي قبلنا به
ونحن نعتقد أن الثورة ثورة شعب، أن لا نستثني أحدا من استثمار هذه الثورة. فليس من حقنا ونحن قد عشنا الدكتاتورية والظلم والاستبداد، قمعنا وظلمنا، اعتدي على كياننا وإرادتنا، اعتدي على فتياتنا، توقفت مصالحنا، عشنا معنى الاستبداد والظلم، جردونا من إنسانيتنا، جردونا من ذاتيتنا، اعتدوا علينا. ليس من حقنا أن نقابل من يخالفنا بنفس الأسلوب، لأن الذي يعيش ضحية الاستبداد لا يمكن أبدا أن يتحول إلى مستبد. الحرية أيها الناس قيمة إنسانية يشترك فيها كل البشر، بل الحيوان يرغب في الحرية، فكيف يمكن للمسلم والإسلامي أن يحرم غيره من هذا الحق الرباني الذي به قوام حياة الإنسان وكيانه؟ رأينا أن نكون في بنائنا لهذه المرحلة من حياة مجتمعنا قائمين على عمل وطني يشمل كل الأطراف. وقد نجحت حركة النهضة بحكمة قيادتها وبصيرة أبنائها ورشد قواعدها في أن تمد يدها إلى علمانيين لا يشاركونها إلا في الانتساب إلى الوطن، أن تمد أيديها إليهم لتحقق معهم وفاقا ولو ظرفيا وتحالفا مرحليا لإقامة أسس بداية دولة فقدت من وطننا منذ 50 سنة، فليست لدينا مؤسسات وليست لدينا مراجع نرجع إليها عدا ديكور كان يعيش تحته شعب كامل، وكنا وكأننا في مسرح يقدم إلينا هذا هارون الرشيد، وهذا جعفر البرمكي، وهذا أبو نواس حشان أنا، وهذا أبو نواس، ونحن نصفق ونقول مرحبا بأبي نواس وجعفر البرمكي، ونحن ندرك أننا لسنا في زمنهم، وعشنا على هذا الديكور إلى أن رفع الستار فتبين أنه ليست لنا مؤسسات، لا عندنا قضاء ولا عندنا صحافة ولا إعلام ولا تربية ولا عندنا قانون ولا عندنا حق عام ولا حق خاص. وجدنا أنفسنا في فراغ من كل ذلك، يعني في فراغ من مقومات الدولة. الآن بدأنا قبل أن نتحدث عن إسلام وديمقراطية، يا ودي خلينا بالحديث هذا خليها للأساتذة الجامعيين، لكن نحن في الواقع مطالبون بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تقام في بلدنا مؤسسات حتى لا نخطئ كما أخطأ آباؤنا وأجدادنا، لأن آباؤنا وأجدادنا اكتفوا بالتعاليم الحكيمة للكتاب الكريم والسنة المطهرة ليجعلوها تردد على الألسن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لكن هذا الأمر كان من المفروض أن يحول إلى مؤسسة تجعل من هذا الشعار الذي يعيشه المسلمون في تلاوتهم واقعا يعيشونه في حياتهم. عندما يأمر الله بالعدل يكون من دور الأمة المسلمة أن تتخذ الوسائل القويمة القادرة على تحقيق هذا الأمر وتحويله إلى واقع. هذه هي المؤسسة التي فقدناها في تاريخنا، ففقدنا في تاريخنا كل المؤسسات التي من شأنها أن تحقق استمرارية الدولة وأن تحول دون اتيان ظالم أو ظالمين أو طامع أو جشع أو جشعين ليستولوا على عقولنا أو ثرواتنا. اليوم نحن في بلد صغير في 10 ملايين ساكن، ومن فضل الله أنه في 10 ملايين بس، حتى يمكن أن يكون البناء سهلا ويكون مثالا لكم ولغيركم. بدأنا الآن في الحديث عن مؤسسات نريد إقامتها، لكن هذه المؤسسات لن تؤتي أكلها. ما زالت دقائق ما تخرجوش من قالها.
أن هذه المؤسسات لن تؤتي أكلها إلا إذا كانت نتيجة وفاق وطني يشمل كل الأطراف يشارك فيه الإسلاميون وغيرهم، ونحن بصدد إنجاز هذا الأمر. وهذه المهمة الموكولة إلى الحكومة التي سميت أخيرا والتي من مهامها الأساسية إقامة هذه المؤسسات في ظرف سنة أو سنة ونصف، ولن نستطيع أن نقيمها في هذا الزمن الوجيز، لكن المطلوب منا أن نضع الإنجاز على طريق التثبيت. النقطة الثانية التي تشغلنا هي تحقيق مقوم ثان للحياة، هو توفير حاجيات المجتمع. هذا عن طريق اقتصاد تبين أنه اقتصاد مهتك عاث فيه الفاسدون مدة 50 سنة ولم يتركوا منه من مقومات البقاء شيئا، ونحن مطالبون بأن نحقق هذين الأمرين: الذي أطعمهم من جوع، الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. العمل الذي يقوم به إخوانكم بتونس ليس عمل إقامة حدود وقطع أيد ولا إلباس نساء رداء على رؤوسهن ولا غلق خمارات ولا غلق مخورات، لأن الأمر اليوم هو في إقامة أساس المجتمع. وعندما يكون الفرد متقدما إلى طبيب كالفاضل الأخ الكريم الدكتور يتقدم إليه وفي وجهه ثالول ويكشف عليه فنجد أنه مصاب بسل أو مصاب بسرطان، فلا نقدم إزالة الثالول من وجهه على دواء دمه، لأن دواء الدم أولى وأقوم. نحن مهددون بأن نضيع، فلا يكون فينا لا إسلام ولا ديمقراطية. والذين يتصورون أن البدء يأتي بقطع الأيدي وغلق الخمارات واهمون غير مدركين، لأن نبيكم الكريم لم يقطع المفاسد الأخلاقية إلا بواسطة شعب عندما خاطبه الله تعالى فقال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا على الفور: انتهينا يا رب. لأن تلك الأمة ربيت وأقيمت فيها صرائح الحق في قلوبها بالشكل الذي جعلها هي تقترح الحكم على الله وتنتظر الحكم من الله، ونحن لسنا في هذا الوضع. أرجو أن أكون قد أعطيت صورة ولو مجملة عن الواقع الذي نعيش، وأقول: نحن صغار، والصغير عندما يرى نارا تشتعل في بيت لا يستطيع إطفاء الحريق فيهرع إلى الكبار ليطفئوه. نحن نهرع إليكم لتساعدونا على إطفاء الحريق بحكمتكم ورأيكم وثباتكم، والله الموفق إلى الصواب لا رب غيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا عبد الفتاح على هذه المداخلة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه. خلاصة بسيطة قبل أن أحيل الكلمة إلى فضيلة الدكتور أحمد حتى يعطينا أيضا تعليقا ولو بسيطا على هذه المداخلة الكريمة، ثم نحيل المجال إلى الإخوة والأخوات ممن يرغب في المداخلات. بدأ شيخنا هذه المداخلة بسؤال جميل وهو محوري، وهو قوله: هل نحن مسلمون نرغب في الديمقراطية أم نحن ديمقراطيون نريد أن نكتسي الإسلام؟ فإن كنا حقيقة مسلمين حق الإسلام، وإن كنا فهمنا حقيقة الإسلام،
فهل نحن نحتاج إلى هذه الديمقراطية التي هي آلية من آليات فض النزاع التي ارتآها الغرب في فترة من الفترات؟ إذ أن الإسلام كما صرح بذلك فضيلة الشيخ من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرض عليه الحكم والملك فأباه، فالإسلام كان دائما هو منهج حياة ومنهج لحكم الشعوب، هو منهج حياة كلف به الشعب لكي يحكم به الأرض أو العالم أو الأمة، والتاريخ خير شاهد على هذا الكلام. فنحن اليوم في طور إسناد حكم لشعب يسترجع فيه قدراته ويستبعد ظالمه كان من كان. نحن في هذه الفترة في طور ماذا؟ إسناد أو إرجاع الحق الذي سلب من الشعب، وهو أن يحكم نفسه بالإسلام. الشعب اليوم اختار الإسلاميين في تونس أو اختار أصحاب المنهج الإسلامي ووضعهم ولا شك أمام تحدي أو تحد تاريخي. الآن في تونس وفي ظل فراغ علم السياسة الشرعية الذي بقينا وللأسف الشديد نرجع إلى ما كتبه الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، أو ما كتبه ابن تيمية وما كتبه ابن القيم وغيرهم في وقت مضى، ولكن للأسف الشديد في ظل الفراغ الدستوري الذي لم نجد إلى اليوم من يقوم بهذا العبء ومن يجدد للناس فهمهم السياسي في الإسلام، فنحن في تحدي كبير. هذا التحدي في ظل هذا الفراغ المعرفي في علم السياسة، ولكن واقعيا نحن أمام مهمة عظيمة. الشباب له دور كبير. أين الشباب في حمل هذا العبء وفي تحقيق الحكم الراشد؟ النساء، الأخوات، كل أطياف المجتمع. ولكن ارتأت الحركة الإسلامية في هذه الفترة أن لا تقصي غيرها في تونس، أن لا تقصي غيرها وأن لا تحرم غيرها من المشاركة السياسية. فالذي حرمت منه الحركة الإسلامية والذي شعرت وذاقت ويلات الحرمان فلا يمكن أن تحرم غيرها، وإن كان الغير هو من يخالفنا في العقيدة أو غير ذلك. فنحن في الواقع، وبهذا أختم، مطالبين بأمرين. الأول هو بناء المؤسسات حتى لا نقع في الخطأ من جديد. فالله عز وجل حينما يأمر بالعدل كقيمة إسلامية عظيمة إنما هو أمر ببناء هذا العدل، بتحقيق مؤسسات تحفظ هذه القيمة، بتحقيق وبمؤسسات تزيل كل العوائق التي من شأنها أن لا تجعل من هذه القيمة موجودة في حياة الناس وفي المجتمع. الأمر الثاني هو أيضا توفير حاجيات المجتمع. فالإسلام ليس فقط كما فهم من كثير من المسلمين هو تحقيق بعض الشعائر العبادية أو بعض السلوكات الفردية، إنما جوهره في النهضة بالمجتمعات بتحقيق الضروريات والحاجيات، وأيضا لما لا التحسينيات، حتى يرتقي هذا المجتمع ويكون شاهدا بالإسلام على غيره من المجتمعات. أحيل الكلمة، ومن يريد أن يطلب من الآن المداخلة أو السؤال فحتى نأخذ الأسماء. وبارك الله فيكم. دكتور أحمد إن شاء الله لو عنده ما يضيف في هذه المسألة فليتفضل مشكورا. بسم الله. لاحظتم أن الشيخ عبد الفتاح تحدث عن الديمقراطية كآلية لضمان تعبير الناس عن آرائهم. في أوساط بعض الإسلاميين يجعلون من الديمقراطية عقيدة، والديمقراطية حكم الشعب والإسلام حكم الله. إذن تعارض بين الديمقراطية وحكم الله، في حين الديمقراطية لم تأتي لا مع الله ولا ضده. الديمقراطية جاءت باعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الدكتاتوريات.
والشعب بعد ذلك يختار بأي أمر يساس. والثقافة السائدة داخل أي مجتمع هي فوق دستورية، وهي التي تحدد خيارات الناس. لذلك نحن مع خيار الناس حيث اختاروا. لا نريد إسلاما يقهر عليه الناس قهرا، وإنما نريد الناس يختارون الخيار الإسلامي. وهذا ما فعله شعب تونس. على شعب تونس الذي اختار الخيار الإسلامي أن يعمل جاهدا بقيادة الحركة الإسلامية على إثبات أن خياره هو الأسلم والأصلح والراعي للديمقراطية حقيقة. بعض الناس الذين ينافسون الحركة الإسلامية هؤلاء ضد وجود الإسلاميين، وكانوا قوة ضاربة في مساندة بن علي في مراحل سابقة، وكانوا استئصاليين، لكننا نعترف لهم بحقهم في الوجود والتعبير، ولا نجد غضاضة في أن يكونوا شركاء في بناء تونس الغد، تونس المستقبل، نموذج بإذن الله للمنطقة العربية. لذلك نؤكد على أن الديمقراطية في النهاية لأن كانت محكومة بطريقة في التفكير، لكن أساسها أن يحال الأمر للناس ليختاروا، وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين الجميع. ولحد يومنا الناس هذا ما من مقترح إجرائي أحسن من هذا. وعندما يأتينا أحد ولماذا لا أن نقترح نحن وبعض مفكرين الشباب أساليب أرقى ومستعينين بالتطور التقني عندما يصوت الناس من مواقعهم بشكل مباشر يومي، فلما لا أن ننتقل لذلك؟ لكن حتى يحدث ذلك ما فيش أحسن من هذا. اتفضلوا يا سيدي. السؤال الأول الشيخ عبد الفتاح، قلتم أن الإسلام يرفض الملك العاض، فما رأيكم فيما يحصل في المغرب؟ نعم. في سؤال آخر. عيد السؤال. في سؤال آخر. تفضل. في سؤال آخر. هوس. طيب أعيد السؤال مرة ثانية. قلتم أن الإسلام كدين كمنهج يرفض الحكم العاض، فما رأيكم بما يحصل اليوم في المغرب؟ فقط في المغرب فقط؟ طيب هذا سؤال لا أقول إنه يحرجني، ولكنه يخرجني عن مناط اهتمامي، لأني أعتبر أن بلاد العرب والمسلمين وإن كانت قطعة واحدة تاريخا وثقافة وشعبا، إلا أنها شهدت في المراحل الأخيرة تقسيمات جعلت ظروف كل شعب ربما تغاير ظروف الشعب القريب منه. وأنا أقول أهل مكة أدرى بشعابها، لكن يكفينا إعلان أننا لا نقبل، نحن الإسلاميين لا نقبل أن يرغم شعب على أن يحكم رغم إرادته. فإذا كانت إرادته قد تحققت بأي شكل من الأشكال فنحن نعتبر ذلك مقبولا ومطلوبا. هذا سؤال. اقرأ لي من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. كيف يمكن التوازن بين مبدأ ضمان الحريات ومحاربة الفساد الذي يمكن حدوثه من ورائها مثل العري والجنس والاختلاط وغير ذلك، هما يعني يحدثان من منطلق الحرية الشخصية؟ جزاكم الله خير الجزاء. يعني مفهوم السؤال. مفهوم. يعني دائما أبدا أن الإسلاميين دائما أبدا توجه سخيفة من التجاوزات الأخلاقية التي لم يقبل بها الإسلام قط. الإسلام لم يقبل. يعني تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، سنة 9، عندما قدمت عليه الوفود قبل منها اتفاقات تتعلق حتى بالممارسات العبادية. ووفد ثقيف الذي قدم على الرسول في سنة 9 قالوا له احنا قابلين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا نقبل بالزكاة ولا نقبل بتحريم الربا
ولا تحريم الخمر ولا تحريم الزنا وإيش آخر، ولا نقبل بالحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرجأ دعوتهم إلى الحج، فقبل منهم أن يقيموا واديا يسمى واد وج في بلدهم، قارنه بوادي مكة، لا يعضل شجره ولا يقتل صيده. وقالوا له سنبني بيتا هناك ليأتيه الناس، قال ابنوا. فعمر بن الخطاب قال يا رسول الله تتركهم يبنوا بيت نتنازلوا على الحج؟ قال ومن سيأتيهم وسيحجون. قبل المفاوضة في الزكاة، أعفاهم من فرض الزكاة. تستمعون؟ أعفاهم من فرض الزكاة، أعفاهم من تحريم الربا. قالوا تتعاملون بالربا 4 أعوام، لكنه لم يقبل منهم لا التعامل بالخمر ولم يقبل منهم الزنا، وقال لا خير في دين فيه زنا ولا خير في دين فيه خمر. وبعد ذلك عندما سأله الصحابة قالوا أعطلت شعائر الإسلام يا رسول الله؟ قال إنها لم تعطل ولكنها لهم خاصة، وسيصلون وسيصومون وسيزكون وسيحجون، وقد كان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن من حقنا أن نتخوف من المفاسد الأخلاقية، لكن أقول دائما وأبدا إن هذه القضية ليست قضية تثبيت عن طريق السلطة، وإنما هي طريقتها هي ذلك الإرشاد وإيقاظ همة النفس البشرية لأن تتغلب على المعصية. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حوله جهاز تنفيذي ينفذ تحريم الزنا ولا ينفذ تحريم الخمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حوله طاقم مكلف بمتابعة الناس إذا شربوا الخمر أو متابعة الناس إذا زنوا. ووقائع الزنا أو الخمر التي قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم كانت وقائع تلقائية ظهرت، إما تقدم أصحابها، وحتى الذي جاء لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت مارا بمكان كذا فرأيته ورأيتها، قالوا هل سترته بثيبك؟ روح امشي. هذا أمر كان مستورا لا يحق لنا كشفه. فنحن نأخذ من ذلك أن هذه المفاسد الأخلاقية هي نتيجة انعدام وعي وعدم إدراك، ونتيجة مشاكل نفسية اجتماعية أخلاقية البت فيها عن طريق الزجر والقهر والمنع لن يجدي نفعا. والذي عليه رأي إخوانكم ويمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خطأ، أن الحاكم يقيم المؤسسات، وأن الحاكم يفتح مجال الدعوة أمام الدعاة حتى يوصل حكم الله إلى الناس ويبلغ للناس ما يكون رأيا عاما يمنع من تفشي الفساد. فالفساد في المجتمع الإسلامي الذي يمنع تفشيه ليس حكم الحاكم، وإنما الرأي العام الذي يجعل ذلك المخالف مقهورا لا يستطيع أن يباشر ذلك المجتمع بمفسدة اتفق الجميع على استئصالها واستبعادها. وتصور أن للوقت فعلا في هذا الإطار. بارك الله فيكم. طيب نختم بهذه الأسئلة الثلاث، ربما أطرحها دفعة واحدة وللشيخ إن شاء الله في 3 دقائق بإذن الله يجيب عنها. السؤال الأول حول المرأة. بالنسبة للمرأة دورها يتجلى في البيت يقول السائل، فكيف نسهم في تطور مجتمعنا وتعريف إسلامنا بأحسن وجه، وكيف نربي أبناءنا بطريقة إسلامية
رغم تأثرهم بالغرب، وذلك بسبب دراستهم معهم في هذه البلاد ليكون جيلا متطورا ومسلما؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول. يبدو أن طارح سؤالي رجل. لأنه لا يعتبر نفسه معنيا لا بتربية للأبناء ولا بإشراف عليهم، وترك الأورى في عنق زوجته، أدخلها البيت وغلق دونها الباب وأمرها بأن تقوم بواجبها. ويبدو أن السائل مع كامل احترامي وتقديري له جعل من الشارع بيتا له، فبيته بالطريق العام، وهو يشتغل بالطريق العام أكثر مما يشتغل ببيته، وهذا ليس منهج الإسلام. أيها الأخ الكريم، لا تلمني، أنا لا أعرفك، وإنما هي نكتة من النكات فقط. أنا أجلك عن أن تكون فكرتك قائمة على أساس هذا الفصل المقيت الذي يجعل للمرأة مجالا وللرجل مجالا. قضية التربية هي قضية أسرة، هي قضية رجل وامرأة، هي قضية مجتمع بمؤسسات المجتمع. نحن لم نعد نعتبر أن المرأة وحدها هي المسؤولة على التربية. هناك مؤسسات في المجتمع تجعل الرجل والمرأة والدولة والمؤسسات الخاضعة للمجتمع المدني كلها مسؤولة عن هذه التربية. ولذلك رجائي أن نغير نظرتنا وأن نجل هذه السيدة الكريمة، نجلها عن أن تكون مملكتها بين مطبخ ومرقد. فالأمم التي تعطي المجال للمرأة لتكون فاعلة فيه مثلها مثل الرجل هي الأمم التي تحصن نفسها ضد الانحطاط والتخلف، وتكتب لنفسها مكانا عاليا بين الأمم. السؤال الآخر يسأل عن رأي المنقبات في الجامعات، هل هي حرية أم عصبية؟ وفي أسئلة أخرى يعني للأسف يعني الوقت لا يسعفنا، وهي أسئلة خاصة بحركة النهضة من الناحية السياسية. فالمهم هذا السؤال، تفضل شيخنا، في المنقبات. أما بالنسبة للمنقبات هذه قضية أثيرت مؤخرا، وهي قضية دخيلة على مجتمعنا ودخيلة على الحياة السياسية. وفي تصوري الذين ألقوا بها في الساحة السياسية إما أن يكونوا مغفلين لا يدركون الأولويات، وإما أن يكونوا مغرضين يريدون أن يعطلوا المسار. وعلى كل حال هي في طريقها إلى الحل إن شاء الله. الأمر الآخر وهو خلاصة هذه الأسئلة إن شاء الله في دقيقة بإذن الله، يسأل عن يعني كثير من النظام السابق الذين صاروا الآن يعني كيف نتعامل معهم، خاصة المناشدين يعني في لبن علي للانتخابات 2014، وهؤلاء يعني صاروا الآن أيضا انتهازيين وكذا ويريدون الدخول في الحركات الإسلامية، يعني كيف سبيل التعامل مع هؤلاء؟ كل حال لن ينفك مجتمع من انتهازيين، وتعلمون أن المجتمع الإسلامي لقي نفس الأمر. لذلك فرق الإسلام بين السابقين الذين دخلوا الإسلام قبل الفتح والذين دخلوا الإسلام بعد الفتح. الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح فيهم أكثر من المناشدين، لكن الإسلام قبلهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونحن في بلدنا لا نستطيع أن نقسم البلد إلى أناس يذبحون وإلى أناس يذبحون. نأخذ هؤلاء المناشدين ونضعهم على معبد الحرية لنذبحهم جميعا ونستأصلهم. لا، هذه ليس حلا. اللي قلناه كما يقوله غيرنا أن هناك أناسا لطخت أيديهم بدماء التونسيين واستولوا إراديا على أموالهم وعلى مقدرات حياتهم، واختاروا أن يكونوا جلادين واختاروا أن يكونوا ظالمين. هؤلاء لا مناص من كشفهم أمام المجتمع، والمجتمع والمتضررون منهم هم أصحاب القرار في شأنهم، إن شاءوا تابعوهم وحاكموهم وإن شاءوا عفوا عنهم. أما الصنف الثاني أولئك الذين أرادت مقدرات حياتهم أن يكونوا في مؤسسة إدارية أو في صحيفة
أو في جامعة ولم يجدوا قدرة على أن يردوا ظالما يأمرهم وديكتاتورا يطوعهم، فهؤلاء يتركون لأمرهم، إن شاءوا انسحبوا من الحياة العامة وهذا أفضل لهم، أو جابه مصيرهم بين أفراد مجتمعهم إن قدروا على الحياة مع الناس وكانت لهم وجوه تقابل الناس فلهم ذلك، وأن لم يستطيعوا فليكونوا من المنسحبين. والمجتمع الإسلامي ليس مجتمع ثأر أبدا. إياكم أن تنسوا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وهو منتصر، فهو كان يمتطي صهوة ناقة، ولكنه كان مطأطأ الرأس كما ذكر أهل السير، لم يرفع رأسه حتى لا يشعر أحد بأنه يتبجح بنصر، بل كان مطأطأ الرأس، وعامل أولئك الناس معاملة الرحيم الكريم، ولا أتصور أن الإسلاميين يخرجون عن هذا الإطار. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. أعتذر للإخوة الذين يعني قدموا لنا أسئلة، إن شاء الله ربما في طافولا روتوندا بعد قليل تكون هناك فرصة للإجابة أيضا. جزاكم الله خيرا. لا، احنا مستعدين للجواب عن أسئلتكم بتونس، فاللي عنده سؤال يتفضل. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونرجوكم أيها الإخوة الكرام أن تضعوا في حسبانكم أن تونس بلدكم، وأن تزوروا هذا البلد، ولا تبقوا عالة على أخبار تنقل إليكم أو أناس يأتونكم لزيارتكم، فهذا البلد يحتاج أن يرى هذه الصور منكم تمر بالطريق العام لتشعر بأن تونس رجعت إلى عروبتها ورجعت إلى إسلامها مدة 50 سنة، ونحن لا نرى إلا ألمانية كاسية عارية وألمانيا متسكعا بالطريق يزهو بغنائه وسكره. فأقدموا على التوجه إلى تونس لترجع لها مظهر الانتساب إلى بلد العرب والمسلمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك. هو في الحقيقة أود أيها الإخوة فيما يخص السؤال عن المغرب، لأنه بعرف أنه كثير من الإخوة المشاركين والأخوات المشاركات من المغرب، وسأدلو بدلوي وأنا لست متكلم باسم العدالة والتنمية، ولكن السؤال يقول: جزاك الله خير عن المحاضرة القيمة. سؤالي متعلق بما ذكرتم في المحاضرة أن الإسلام يرفض الملك العاض، وبالتالي ما رأيكم بما يحصل في المغرب؟ يا أخوة، في كلام بسيط ما يحصل في المغرب، وأجيب لأنه مثل ما شرحت البارح بالأمس أنه تعذر أن نحصل على محاضر من المغرب نظرا للظروف التي يعيشها الآن، والدورة البرلمانية التي ستبدأ هذه الأيام، وتكوين الحكومة خلال هذا الأسبوع الماضي من 4 أيام، فهم يعيشون ظروف صعبة جدا وفي حاجة إلى كل الطاقات، فكان من الصعب أن يبعثوا بأحد المحاضرين. أولا، الملك العاض أيها الإخوة في تفسيره هناك اختلافات كثيرة، ولسنا هنا حتى نبحث في الحكم الإسلامي، هل هو حكم جمهوري أو حكم كونفدرالي أو حكم ملكي أو حكم رئاسي أو حكم، فهذا من ناحية ثانية عندنا الملك العاض كل حاكم مستبد يورث الحكم إلى ابنه فهو حكم عاض، سواء كان اسمه ملك أو كان اسمه رئيس أو كان اسمه زعيم أو كان اسمه جمهوري أو كان اسمه ثوري أو كان اسمه. نعم.
هذا من ناحية. الأمر الآخر ما يحدث في المغرب أيها الإخوة، المغرب استبق الأحداث وقبل سنين، فرأى أن التوجهات في العالم العربي هي قادمة على التغير وهي في تغير، فاستبق الأحداث. وعندما قامت الثورات قام بخطوة فعلا شجاعة، وهي تغيير الدستور أو تغيير بعض مبادئ الدستور، وهذه كانت خطوة ممتازة استطاع من خلالها التقليل من الحكم الشعبي من ناحية، ومن ناحية ثانية يبين على بعض النوايا الحسنة أن هناك فيه ليونة للخطاب مع الجمهور وخاصة مع الحركة الإسلامية ومع العدالة التنمية. الإخوة في العدالة والتنمية بيّنوا من خلال تصريحاتهم أيها الإخوة، وأنا لست ناطقهم باسمهم، بيّنوا من خلال نداءاتهم ومن خلال تصريحاتهم واجتهاداتهم أنهم راضون على هذه التغييرات التي حصلت في الدستور، بل عملوا على الانتخاب وعلى التصويت لصالحها، لأنهم ارتأوا أن هناك إمكانية للإصلاح من داخل القصر، وكانت عندهم ضمانات حتى من طرف الملك أنهم سيساعدهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه الانترس يعني سواء كانت للملك أو كانت للعدالة والتنمية التقت في بعض الأمور، فكان هناك اتفاق حول هذه الإصلاحات. والعدالة والتنمية أيها الإخوة خطابه كان خطابا قويا وجريئا، مثل ما قالت الأستاذة نزهة الوافي في محاضرتها قبل أسبوعين في اجتماع أو في مخيم الشباب، قالت: وضعنا الملك ووضعنا القصر أمام الواقع، وطلبنا منه أن يحدث أو تكون هناك انتخابات نزيهة شفافة، وفي حالة ما إذا لم تكن هناك انتخابات نزيهة شفافة فإننا سننزل إلى الشارع مع 20 فبراير. وهذا كان كلام قوي وجريء، ولم نكن نتعود أن نسمع مثل هذا الكلام. وفعلا أيها الإخوة أظهر كل المسؤولون والمفتشون والمراقبون الدوليون أنه فعلا الانتخابات كانت نزيهة. فلذلك ما يقع في المغرب هو أن العدالة والتنمية اجتهدت وارتأت أنه هناك إمكانية للتغيير وسيحدث التغيير.